يلا بينا بقى على المحاضرة التالتة من كورس التأسيسي الفيزياء الثانوية عامة. المحاضرة التالتة هتتكلم على بعض القوانين وبعض المساحات المهمة. لازم تعرف القوانين والمساحات ديت هي كلها كانت في الإعداد يعني، فلازم تكون عارفها علشان تعرف تكمل بيها في الثانوية عامة، مفيش مشكلة تواجهك. عندك أول قانون عندنا السرعة. السرعة أنت عارف إن هو بيساوي المسافة على الزمن، ده أول قانون تحفظه زي اسمك. تقدر تقول لي وحدة قياس السرعة؟ والله وحدة قياس السرعة المتر فوق والثانية تحت، يبقى المتر على الثانية. السوتا بعد ال فوق والتي تحت، يبقى ال في تي ماينس 1. تاني حاجة العجلة، وحدة القياس يا جدعان والأبعاد، وده في المحاضرة التانية، تقدر ترجع تتفرج عليها وتجيلنا تاني. العجلة أنت عارف إنها بتساوي السرعة على الزمن، فتقدر تقول وحدة قياسها السرعة متر على الثانية مقسومة على الثانية. طب ما الثانية هتنزل تحت، يبقى متر على الثانية مربع. طب السرعة بعدها السرعة السرعة بعدها أهي، اقسم ده كله على الزمن، يبقى ال في تي والتي نزلت تحت، يبقى ال في تي ماينس 2. طب والقوة؟ القوة أنت عارف إنها بتساوي كتلة في العجلة. كتلة في العجلة، الكتلة بالكيلو جرام، دي وحدة قياس، والعجلة وحدة قياس متر على الثانية مربع. طب تقدر تجيب وحدة قياس القوة، اضرب الاتنين في بعض. طب صيغة الأبعاد، أنت عارف إن الكتلة مرموزة ب M، صيغة الأبعاد أهي ال في تي ماينس 1، اضربهم في بعض جبت صيغة أبعاد القوة. لازم تحفظه زي اسمك القانون ده برضه. خد بالك أنت عارف إن الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، ودي القانون ده لازم يتحفظ زي اسمك، مهم جدا قانون الشغل ده. تقدر تقول لي وحدة قياس الشغل وصيغة أبعاده؟ والله وحدة قياس السرعة القوة قصدي، وحدة قياس القوة أهي كيلو جرام في متر على الثانية تربيع، مضروب في الإزاحة اللي هي متر مضروبة في متر. طب ما المتر هيروح يجري الضرب في المتر، يبقى كيلو جرام في متر مربع على الثانية تربيع. طب صيغة أبعادها هتقول لي صيغة أبعاد القوة مضروبة في صيغة أبعاد الإزاحة. صيغة أبعاد القوة أهي ال تي ماينس 2، تمام. على فكرة في ام يبقى ام في ال في تي ماينس 2، فتتضرب في الازاحة اللي هي صيغة ابعادها ال، فال هيتضرب في ال يبقى ال مربع، اهي صيغة ابعاد الشغل. يلا بينا بقى عندنا التردد والزمن الدوري. التردد بيقول لك بيساوي عدد الدورات الكاملة على الزمن بالثانية. طب الزمن الدوري الزمن بالثانية على عدد الدورات الكاملة، انت بتقول ايه يعني؟ تعالى فاهم. بص، عندي جندول بسيط اللي هو حبلة وماسكة كورة. فالحبلة دي تخيل انني ضربت الكرة كده ايه بايديا كده، فايه الكرة تروح لأقصى موضع هنا وترجع تاني تروح لأقصى موضع هنا. فبص أنا هسمي الموضع ده ج والموضع دي ب، والموضع ده نسميه ألف زي ما أنت فاهم. هو أول ما الكرة بتبقى ماسكة في الحبل تبقى في الموضع ألف، فلما بضربها كده بتروح لأقصى موضع وترجع تاني لأقصى موضع. تخيل معايا، بص بتروح لأقصى موضع وترجع تاني لأقصى موضع، يعني بتروح كده وبترجع تاني، دي بنسميها نص دورة. فهتكمل تروح كده اهي وترجع تاني كده بقى الدورة كاملة. يعني ايه دورة كاملة بقى؟ الدورة الكاملة هي الدورة اللي بيحدثها الجسم المتحرك لما يمر بنقطة الأصل مرتين متتاليتين، ما هو مر مرة أول وراح ورجع مرة تانية. فايه بقى مفهوم التردد والزمن الدوري؟ التردد بيقول لك عدد الدورات الكاملة اللي بيحدثها الجسم في الثانية الواحدة. يعني هو لما يروح ويجي هيعمل كام دورة كاملة في الثانية الواحدة، على عكس الزمن الدوري. الزمن الدوري بيقول لك الزمن اللازم علشان يعمل دورة واحدة، ماليش دعوة عمل الدورة دي في 10 ثواني في 20 ثانية في 50 ثانية، أنا عايز الزمن اللازم عشان يعمل لي دورة واحدة. التلخيص كده لو جيت تجيب العلاقة ما بينهم هتلاقي إن هما مقلوب بعض، يعني الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد والتردد بيساوي 1 على الزمن الدوري. يلا بينا ناخد شوية أمثلة كده شاملة على ده كله. عندنا هنا أوجد القوة والشغل، وعايز مطلوبين. أول حاجة عايز القوة، وتاني حاجة عايز الشغل، تمام. إذا علمت أن الجسم يتحرك في الشكل ده، الجسم يتحرك في الشكل ده تمام، وكتلته، يبقى تروح عند الكتلة تعمل فوقها ام، دي الكتلة، وسرعته يبقى تروح عند السرعة تعمل فوقها في زمن قدره 3 ثواني يبقى تروح عند الزمن وتعمل عندها تي. يعني هو عطاك حاجة كام حاجة معلومة، الكتلة والسرعة والزمن، وعايزك تجيب القوة والشغل. تيجي بسم الله الرحمن الرحيم كده نكتب قانون القوة وقانون الشغل. الحاجة صلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قانون القوة، أنت عارف إن القوة من القانون بتاعها الكتلة في العجلة، المفروض تكون حافظ القوانين ديت. يعني الكتلة، مش عارف الأحمر كويس في الكاميرا ولا لأ، في العجلة دي قانون الكتلة القوة قصدي. تيجي من قانون الشغل. الشغل قانونه إيه؟ الشغل والله العظيم قانونه هتاخد القوة اللي أنت جبتها
بس هتضربها في الإزاحة. يبقى تاخد القوة مضروبة في الإزاحة. بص بقى، أنا عايز نجيب الكتلة عندي، قال لك كتلته 10 كيلو جرام، وعايز نجيب العجلة وما عطاكش العجلة بس والله عطاك السرعة وعطاك الزمن. يبقى إذا أنت جبت القوة كده إزاي؟ الكتلة 10 كيلو جرام. طب العجلة مش معايا بس هو عطاك سرعته وعطاك زمن، وأنت عارف إن العجلة بتساوي السرعة على الزمن مضروبة في السرعة اللي هي 6 متر على الثانية مقسومة على الزمن اللي هي ب2، فتطلع 2 مضروبة في 10 هتطلع 20 نيوتن. انت كده جبت المطلوب الأول اللي هو القوة. عايزين بقى نجيب الإزاحة علشان نجيب الشغل، بس هو أعطاك الشكل ده، بس هو معطانيش مسافة، لا أعطاك مسافة اللي هو مش الشكل ده. قال لك الجسم اللي هو قال تحرك هنا 4 متر وهنا 3 متر، واحنا عايزين الإزاحة، وأنا قارنت لك قبل كده الإزاحة والمسافة. الإزاحة أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، إنما المسافة الكلية من نقطة البداية لنقطة النهاية. يعني أنا لو اتحركت من ألف لب ثم الجيم دي اسمها مسافة، إنما أقصر خط من ألف لجيم دي اسمها إزاحة. بتقدر تجيب لي الإزاحة؟ أقدر أجيبها. إزاي تقدر تجيبها؟ ده مثلث. نظرية فيثاغورس لسه ناخدوه. بص نظرية فيثاغورس بتقول لك إيه؟ بتقول لك لو عايز تجيب الوتر، ده اسمه الوتر، هيساوي جذر مربع الضلعين التانيين، يعني 4 تربيع زائد 3 تربيع. أنا عندك 4 ب16، 3 ب9، جمعتهم على بعض 25، جذر 25 5، يبقى الإزاحة ب5 مضروبة في القوة اللي أنا لسه جايبها اللي هي 20 نيوتن. هيطلع عندنا الشغل 20 في 5 ب100. الأشكال الهندسية عندنا أشكال هندسية نوعين، يا إما مسطحة يا إما مجسمة. الفرق بينهم إن المسطح ليه وجهين زي الدايرة زي المربع، إنما المجسم ليه أكتر من وجهين زي المكعب زي الكورة. تاني حاجة إن المسطح ليه مساحة وله محيط على عكس المجسم يبقى ليه حجم. يعني أنت تقدر تقول لي حجم الكورة قد إيه، ما ينفعش تقول لي مساحة الكورة قد إيه. تمام. يلا بينا بقى ندخل على أول حاجة ندرس المسطح. المسطح عندنا 4 أشكال: مربع ومثلث ومستطيل ودايرة. تعال ناخد كل حاجة وناخد عليها مثال عشان نسهل المعلومة. بالنسبة للمربع أنا عايز نجيب المحيط والمساحة عشان شكله مسطح. بص المحيط الحاجة اللي بتحيط بالمربع اللي هي دي. بص دي كده اسمه محيط، الحاجة اللي بتحيط بالمربع. ده ال1 طول الضلع التاني والتالت والرابع. وانت عارف ان المربع جميع اضلاعه متساوية، يعني المحيط بتاعه ال1 زائد ال2 زائد ال3 زائد ال4، يعني 4 ليه؟ عشان جميع اضلاعه متساوية. طب بالنسبة للمساحة، النقط اللي جوه المربع كلها، جميع النقط اللي جوه المربع والحاجات اللي جوه المربع كلها اسمها مساحة. عايز تجيبها تضرب الطول في العرض، يعني ال في ال، وانت عارف ان ال متساوي يعني ال مربع. تعالى نقول مثال. بيقول لك مربع طول ضلعه 3 متر، يبقى دي ب3 ودي ب3 ودي ب3 عشان جميع اضلاعه متساوية. بالنسبة للمحيط، المحيط قلت لها تجمع اضلاعه 3 و3 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 يعني 12. طب المساحة هتضرب أي ضلعين في بعض، يعني 3 في 3 اللي هو ال تربيع اللي هي 3 تربيع اللي هي ب9. تمام. تعالى بقى المثلث عندنا مش دايما جميع أضلاعه متساوية، عشان في مثلث متساوي الأضلاع أو متوازي الأضلاع، وفي مثلث مش متوازي الأضلاع. فنفترض إن المثلث مش متوازي الأضلاع، فده ال1 ده ال2 ده ال3، وده حاجة اسمها ارتفاع المثلث أو اتش. أنا عايز أجيب المحيط، قلت لك دايما المحيط الحاجة اللي بتحيط بالمثلث أو بأي شكل هندسي، يبقى تجمع الإلات كلها مع بعض، ال1 زائد ال2 زائد ال3. طب بالنسبة للمساحة، المساحة بتاعت المثلث مميزة شوية. ليه؟ عشان أنت تاخد القاعدة تضربها في نص في الارتفاع، يعني نص طول القاعدة اللي هو ال3 في الارتفاع اللي هو اتش، أو نص طول القاعدة الارتفاع بتاعها. تعالى ناخد مثال. بيقول لك مثلث أضلاعه 6 و3 و4، المحيط 13 من غير ما تفكر، اجمع الأضلاع بتاعها. طب بالنسبة للمساحة هتقول لي نص طول القاعدة اللي هو نص في 4 في الارتفاع اللي هو 2 التانيين، المستطيل والدايرة. المستطيل انت عارف ان في ضلعين فيه متساويين والضلعين التانيين متساويين، يعني المحيط المفروض مجموع أضلاعه. يعني انا ممكن اقول لك حتة سريعة كده ال1 زائد ال2 في 2 سهل، جمعت الضلع الأول والضلع التاني ضربتهم في 2 عشان متساويين في أضلاع متساوية. طب المساحة ال1 في ال2، واحد عبقري يقول لي طب انا نقول ال1 في ال2 اقول لك ايه؟ ال تربيع. لا يا حبيبي، عشان ال1 مش بيساوي ال2. تمام. يلا بقى للدايرة. الدايرة لو عايز تجيب محيط الدايرة احفظه 2 باي ار. 2 باي
حاجات ثابتة في نصف القطر. نصف القطر ده نصف قطر، إنما ده كله اسمه قطر. المثلث بيقول لي ار كابيتال مثلا، إنما دي نصف قطر. طب المساحة باي ار تربيع. يلا نقول مساحة. بقول لك مستطيل طول الضلع الأول 6 طول الضلع التاني 4، يبقى الضلع اللي بيوازيه متساويه والضلع اللي بيوازيه بيساويه. عايز أجيب المحيط. المحيط قلت لك هتجمع الأضلاع دي كلها، اللي هو 6 زائد 4 في 2، 6 و4 يعني ب20. تمام. والمساحة هتاخد أي ضلعين تضربهم في بعض، اللي هو 6 في 4 اللي هو ب24. طب بالنسبة للدايرة، بقول لك دايرة محيطة، إذا علمت أن دايرة محيطة مثلا 24 باي، أوجد المساحة. يا سلام عليك سؤال. طب أنت عارف إن المحيط بيساوي 2 باي ار، وأعطاك المحيط أنا عايز أجيب الباي ار تربيع. طب ما أنا لو جبت الار من هنا أعرف أجيب المساحة، فأنت خد ده كله اقسمه على القانون ده، فيبقى 24 باي مقسوم على كام؟ على 2 باي. طب ما الباي راحت مع الباي، يبقى 24 على 2 12، ده نصف القطر. لما تجيب المساحة بقى هتقول لي باي في نصف القطر تربيع. سهل خالص. كل الفكرة طالما انت جبت نصف القطر هتقدر تجيب المساحة. المجسمة، الأشكال المجسمة أنت عارف إن هي ليها أكتر من وجهين وليها حجم وملهاش مساحة ومحيط. تمام؟ أول حاجة عندنا المكعب. المكعب بيقول لك حجمه بيساوي طوله في عرضه في ارتفاعه، وأنت عارف إن جميع أضلاعه متساوية، يعني هي ال تكعيبية. طب متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات حجمه بيساوي طوله في عرضه في ارتفاعه. متوازي المستطيلات عامل شبه المستطيل، مش جميع أضلاعه متساوية، فهي ما ينفعش أقول ال تكعيب. عندنا بعد كل ايه ماشي. عندنا بعد كده الكورة. الكورة هي حجمها بيساوي ايه؟ بيقول لك حجم الكورة بيساوي 4/3 باي ار تكعيب. ده حاجات محفوظة يعني لازم نكون حافظينها. الاسطوانة ممكن انت تستنتجها بدماغك، ليه؟ علشان الاسطوانة مكونة من دايرة وارتفاع، فممكن تقول لي الاتش مضروبة في مساحة الدايرة اللي هي باي ار تربيع. ايوه اتش في مساحة الدايرة. يلا نقول أمثلة. بيقول لك مكعب طول ضلعه 6 ومكعب طول ضلعه 6 و6 و6، يعني حجمه 6 أس 3 عشان جميع أضلاعه متساوية. توازي مستطيلات طول ضلعه 12 و8 و6، فحجمه تضرب كله في بعض 12 8 و6. تمام. بقول لك كورة نصف قطرها، كورة نصف قطرها 3، فأنا عايز حجمها، فالحجم يساوي 4/3 باي في الأر تكعيب اللي هي 3 أس 3. اسطوانة ارتفاعها 6 والقطر ب2. ده القطر ب2، يبقى إذا نصف القطر بتساوي 2 على 2، يعني نصف القطر بيساوي 1. اوعى تشتغل بالقطر وتجيب حجم الاسطوانة، هتطلع غلط، عشان احنا عارفين إن احنا بنشتغل بنصف القطر، والقطر ب2 يبقى نصف القطر ب1. قالك الارتفاع ب6، وأنت عارف إن حجم الاسطوانة بيساوي الاتش اللي هو الارتفاع اللي هي ب6 مضروبة في باي في نصف القطر تربيع اللي هي 1 تربيع. وبكده نكون انهينا المحاضرة الثالثة من كورس التأسيس الفيزياء ثانوية عامة 2027، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.